وربنا تريزيجيه ما يقعد لحد. مصر وكاب فيردي يا نجوم مصر، اداء هجومي ما شفناهوش لمنتخب مصر بقالنا كتير قوي. بس الماتش زي ما فرحنا هجوميا ما ينسكش ان انت زعلك دفاعيا. وعلى فكره لحسن حظنا ان غانا وموزمبيق اتعادلوا. حقيقي فيتوريا لازم يشوف حل في الدفاع ده، وتبديلاته اللي ما اعرفش هو بيعملها ليه. اخطاء دفاعيه ساذجه جدا. طلع فتوح عشان مش جاهز، اتفتح شارع كامل في الجبهه بتاعت محمد حمدي. جماعه بيتلم في مترو والله العظيم. طبعا نص الملعب مش هنتكلم عنه عشان اقسم بالله ماتش تاريخي لعيبه ورجاله نص الملعب. تريزيجيه، مصطفى محمد، مرموش، اقسم بالله رجاله رجاله رجاله. طبعا الشناوي هيتسأل في الجون الثاني بس عمل ماتش كويس. تريزيجيه ما ينفعش يقعد لحد خالص، ومصر كلها بتنادي فيتوريا عشان يلاعب الاربعه مع بعض. مصطفى محمد، مرموش، تريزيجيه، اذا كان بقى مصطفى فتحي او زيزو. مصر اداء هجومي احسن من اللي كان موجود مع محمد صلاح مليون مره. محمد صلاح لعيب عالمي، لعيب عالمي، بس الصراحه من وجهه نظري مصر احلى هجوميا من غير محمد صلاح. حقيقي الراجل اللي اسمه فيتوريا وتبديلاته المزعجه دي اللي بداينا كلنا لازم يغيرها، وده من وجهه نظري. انت تحبها تحبها، ما تحبهاش ما تحبهاش، دي وجهه نظر انا مش وجهه نظرك انت. طبعا تعادل بطعم المكسب، خلينا متفقين. الصراحه كلنا اتمتعنا النهارده. ان شاء الله مصر تاخد افريقيا. ولو بتتفرج دلوقتي وعرفت خبر محمد صلاح سافر ليفربول ولا لا، اكتب لنا في الكومنتات. وما تنساش تجيلي على الانستا، بنزل كل جديد.